طبيعه انواع اللبن دي يا دكتور؟ انا اعرف اللي هو اللاكتوز فري ده عشان الناس اللي عندها مشكله، لكن انواع اللبن الكتيره دي ايه يعني؟ والله بصي دلوقتي بدأوا يعملوا يعني عايزين نقول لبن، في اللبن الطبيعي وفي اللبن عايزين نقول مثلا اللي هو بدائل اللبن، وفي لبن البودرة، يعني في كذا شكل من الألبان. اللبن الطبيعي في منه خالي او كامل او نص دسم. احنا بنقول القيمة الغذائية في الثلاثة مش فارقة قوي، ك يعني كصحيا بقى ان انا عايز اخد اني في مدرسه بتقول لك خد خالي الدسم، اصل الدهون اللي موجوده في اللبن ده دهون غير صحيه عشان دهون حيوانيه مشبعه. وفي مدرسه تانية بتقول لك لا، اصلا انت لو شلت اللبن، محتوى اللبن بيبقى كربوهيدرات وفات وبروتين، فانا لو شلت الدهون هخلي الكرب يبقى باين اكتر فيمتص اكتر فيزود لي الدهون اكتر. في ناس تقول لك بلاش خالي الدسم عشان السكر، وفي ناس تقول لك بلاش كامل الدسم عشان الدهون. الاتنين مش فارقه، يعني ده او ده، ده صح وده صح، وده كويس وده كويس، خد اللي انت عايزه. طب نيجي نتكلم على بدائل اللبن. بدائل اللبن بدا في بعض الناس يحصل عندها مشكله مقاومه، او مش هنقول مقاومه، اللي هو عدم تقبل للاكتوز. يعني ايه مش عدم تقبل؟ مش عارف اتعامل معاه. يعني اما بيخش انا ما عنديش الحاجات اللي بتهضم الايه السكر بتاع اللبن اللي اسمه اللاكتوز. فبدأوا يقولوا خلاص ما تيجي نعمل لبن معدل مصنع ان احنا نشيل منه اللاكتوز، يعني نجيب اللبن ونعمل له عمليات فيزيائيه او كيميائيه نشيل منه اللاكتوز. فبدأوا يعملوا لبن فري لاكتوز. طيب في بعض الناس قالت لك طب ما تيجي نعمل حاجه احسن، طب ما تيجي نجيب الصويا ونعمل لها عمليه استخلاص ونجيب منها لبن، او نجيب جوز الهند، او نجيب اللوز، او نجيب ايا كان بقى بنسميها بدائل اللبن. طبعا مش نفس القيمه الغذائيه بتاعت اللبن، المحتوى بتاعها مختلف شويه، بس شكل الخارجي شبه اللبن. برضو ساعات بيبقى معزز بالكالسيوم اللي هو الحاجه اللي انا واخدها، يعني بيضيفوا عليه نسبه كالسيوم شويه وفيتامين دي عشان يبقى شبه اللبن، بس هو مش شبه اللبن بشكل كبير. زائد ان هو بيبقى غالي، يعني بيبقى اقل حاجه سعر علبه في اللبن بديل اللبن بيبقى 50 60 جنيه. فطبعا هو غالي جدا. هو ليه اصلا؟ انا مش فاهمه النقطه دي ليه بقى. ما هو لا اما هو واحد من الاثنين، لا اما كيتو، لا اما واحد عنده حساسيه لبن، حساسيه اللاكتوز. طب ما اللاكتوز ده من عند الاطفال، حتى حضرتك كنت قلت لنا ان ممكن مثلا يعني بتبقى درجات، ممكن ياخد جبنه عادي بس ممكن. اللبن يبقى لا. فانما كل ده عشان الحساسيه ولا عشان هو عشان يعني انتولرنس بتاع اللاكتوز، اللي هو عدم تقبل اللاكتوز، اللي هو مش عارف يتعامل مع اللاكتوز. او ان هو برضه انا عايز اقول ان انا مش عايز احرم واحد ان هو يشرب لبن. يعني انا مثلا ان انا عايز اشرب لبن في منتجات معينه، او اعمل حاجه بلبن، او اشرب بشكل لبن. في بعض الناس لا انا مش عايز تعمل لبن، بس يعني يعني ممكن ادي لك اوفر لك شكل تجاري، شكل منتج شبه اللبن باكبر قدر، وجزء الماده او المكونات الصحيه بتاعته شبه اللبن باكبر قدر يعني.